السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. في السلسلة دي اخترت كتاب المعاصر لأنه كتاب أكاديمي وبيشرح بشكل كويس، اللي بيشرح الكلمات والجرامر وكل شيء خاصة باللغة الإنجليزية. طبعا في السلسلة دي هنتكلم عن أو مخصصة للصف الخامس الابتدائي Primary 5 منهج كونكت. طبعا هيكون في شرح للكلمات وشرح للجرامر من الكتاب ونحل عليها الأسئلة. فلو في أي نقطة صعبة مش قادرين نفهمها أو لسه ما استوفتش حقها في الشرح، سيبوها لي في التعليقات علشان نقدر نشرحها تاني في فيديو تاني منفصل إن شاء الله. ويلا بينا على شرح الدرس النهاردة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الوحدة السابعة Unit 7 Homes in Egypt، المنازل في مصر. طبعا نخش في الدرس الأول Lesson 1 The Home. The Home يعني البيت. طبعا أول حاجة الكلمات Elevator، Elevator. قسم الكلمة كده علشان تقدر تقراها كويس. معناها مصعد اللي هو الأسانسير يعني. Closet، Closet اللي هي الخزانة، حط فيها الهدوم، طبعا حط فيها الذهب والمجوهرات والكلام ده كله، فدي بنسميها الخزانة اللي هي Closet. Cushion، Cushion اللي هي الوسادة أو المخدة. Oven يعني فرن. balcony، balcony يعني الشرفة أو البلكونة. arm chair، arm chair، arm يعني دراع وchair يعني كرسي، يعني كرسي بدراعين. television، تلفزيون. shower، الأو والدبليو أو shower يعني دش. طبعا الكلمات اللي هي الزيادة extra vocabulary، كلمات الزيادة. welcome مرحبا. gift هدية. space مساحة أو فراغ، السي بعدها إي بنطقها س. bedroom يعني حجرة النوم. fantastic. قسم الكلمة لما تكون طويلة قسمها 3 فتكون 3 حروف. الكلمة تقدر تقراها بشكل سهل جدا وبسيط. fantastic رائع. modern حديث. closer، closer يعني أقرب. lovely، lovely جميل. easier، easier يعني أسهل. apartment، apartment يعني شقة سكنية، شقة اللي ساكنين فيها. kitchen، kitchen، kitchen يعني مطبخ. living room حجرة المعيشة. traditional، traditional TION بنطقها شن. traditional view منظر. bathroom حمام أو دورة حمام. old يعني قديم. new جديد. mind map خريطة ذهنية. يعني ايه خريطة ذهنية؟ يعني رسمة مثلا برسمها علشان اشرح مثلا درس معين، فبفهم من خلال الرسم ده. يعني مثلا مدرس بيشرح لي قاعدة معينة فبيرسمها لي في شكل خريطة. ده طبعا بالنسبة للكلمات. نشوف عندنا الأفعال conjugation of verbs تصريف الأفعال. احنا طبعا بالنسبة لنا في present يعني مضارع و past يعني ماضي. طبعا البريزنت اللي هو زي مثلا cook يطبخ، هي تطبخ كل يوم. she cooks every day وهكذا. طب الماضي بتاع cook، الماضي بتاع الفيرب ده الفعل، بحط ايدي. يبقى انا عندي في الماضي بحط ايدي للكلمات للافعال فيديني الماضي. او ان يكون الفعل شاذ. يعني ايه شاذ؟ يعني الريجولر، يعني مش بيمشي على القاعده ان انا بحط ايدي، لا شكله بيتغير او شكله بيفضل زي ما هو. نقرا مع بعض. cook يطبخ، cooked طبخ. prefer، preferred اللي هو يفضل. live، lived يعيش. describe يصف، described وصف. طبعا الأفعال الشاذة come، came يأتي. have أو has طبعا معناها يمتلك أو يملك، الماضي بتاعها had. say يقول، said يعني قال. طبعا دي expressions محتاجين نقراها كويس قوي. come in، come in يعني ادخل، اتفضل بالدخول. how long كم المدة. since I was born منذ ولادتي. I was born يعني أنا اتولدت. share حاجة with، لما نلاقي النقط دي معناها حاجة معينة. share يعني يشارك، بيشارك حاجة مع. share something with يشارك حاجة مع. it's much bigger يعني أكبر بكتير. it's much bigger. move to، move to يعني ينتقل إلى، يعني يسافر مثلا لمكان معين أو يتنقل من بيت لبيت وهكذا.
come and see تعالى لترى. come and see تعالى لترى. what's better about ما الأفضل بخصوص كذا. what's better about ونقول الحاجة اللي عايزين نقولها. really big كبير بالفعل أو كبير حقا. what's about أو what about كذا ماذا عن كذا. as you can see كما ترى. what a great view يا له من منظر رائع. الاكسبريشنز دي بتبقى مهمة جدا علشان خاطر أعرف أترجم السؤال وأعرف أعمل جملة صحيحة. طبعا هنا في guiding words طبعا اللي هي الكلمات المفتاحية أو الكلمات السرشدية. parents و closer يعني الوالدين وأقرب. فريدا's parents had to move to a new job يعني بابا وماما لفريدة لما الاقي apostrophe s دي معناها مثلا بتاع على حسب الكلمة اللي بعدها. طالما هنا فريدا's parents يعني بابا وماما بتوع فريدة يعني بابا وماما الفريدة. had to move to a new job كان لازم had to يعني كان يجب أن move to a new job ينتقلوا إلى شغلانة جديدة. so they moved to a closer apartment لذلك هم اتنقلوا إلى شقة أقرب. طبعا زي ما ترجمنا ان احنا بنترجم كلمة كلمة وطبعا لما يكون عندي صفة بجيب الصفة الأول وبعدين الايه الاسم الموصوف. closer apartment يعني شقة أقرب. بعد كده apartment يعني شقة. فريدة prefers her new apartment فريدة تفضل her new apartment يعني شقة الجديدة بتاعتها. her للملكية بتاعت فريدة. live يعيش و old يعني قديم. فريدة family يعني أسرة بتاع فريدة أسرة فريدة. فريدة family lived in the old apartment عاشت في شقة قديمة for 12 years لمدة 12 سنة. share و sister share يعني يشارك و sister يعني أخت. طبعا فريدة shares her bedroom فريدة بتشارك her bedroom أوضة النوم بتاعتها with her sister مع أختها يعني الاتنين نايمين في أوضة نوم واحدة. balcony و view balcony يعني بلكونة أو شرفة. view يعني منظر. طبعا من هنا الجملة the balcony is fantastic يعني البلكونة بتكون رائعة. and you can see وانت تقدر تشوف a great view منظر رائع. طبعا الجمل دي بتبقى استرشادية لحضرتك وحضرتك علشان خاطر تقدر تحل الأسئلة وتفهمي الجمل بشكل سهل وبسيط. طبعا نشوف الليسننج عندنا ده مهم جدا. طبعا هنا البنت بتتكلم بتقول هاي دينا welcome to my new apartment come in. هاي دينا بتكلم دينا اهلا بيكي في اوضتي الجديدة او شقتي الجديدة. come in يعني اتفضلي بالدخول. طبعا هنا قالت ايه thanks do you like living here شكرا هل انت بتحبي العيش هنا. living معناها العيش. طبعا هنا قالت I love it أنا بحب ده. It's a great apartment دي شقة كبيرة. great هنا يعني عظيم أو ممكن نقول رائع. I like this part of town أنا بحب الجزء ده من البلد أو من المدينة. and it's much bigger وهي أكبر than our old apartment من الشقة بتاعتنا. طبعا هنا سألتها سؤال بتقول لها how long did you live in your old apartment. how long يعني كام المدة. did هنا طالما في السؤال ما بيبقاش ليها معنى لان هنا بس ان احنا بنسميها helping verb يعني فعل مساعد ما بنترجمهاش في الجملة. فانا هنا بقول how long كام المدة. did you live التي انت عشتها. هنا live معناها يعيش ولكن عشان خاطر كلمة did تخلت معنى live في الماضي يعيش طبعا هتبقى في الماضي عاشة. يبقى how long did you live كم المدة التي أنت عشتها in your old apartment في شقتك القديمة. old apartment شقة قديمة. هنا طبعا قالت 12 years 12 سنة since I was born منذ ولادتي. then my parents had to move to a new job وبعد كده طبعا ماما وبابا كان لازم يتنقلوا أو يروحوا شقة تانية. عفوا كان لازم move to ينتقلوا إلى a new job لعمل جديد. so we moved to a closer apartment لذلك اتنقلنا إلى شقة أقرب للشغل طبعا. so what's better about this new apartment
لذلك ما هو أفضل شيء في الشقة الجديدة؟ طبعا هنا قالت come and see، تعالي لطري، تعالي وشوفي. the new kitchen is bigger، المطبخ الجديد بيكون أكبر. and the oven is more modern، والبوتاجاز بيكون أكثر حداثة. modern يعني حديث. my mom says، ماما بتقول it's much easier، يعني it's much easier يعني هو أكثر سهولة to cook in، إن هي تستخدمه وتطبخ فيه. طبعا هنا قالت very nice، جميل جدا. and this is the living room، ودي بتكون أوضة غرفة المعيشة. yes as you can see، زي ما انت شايفة there is more space so we can have a bigger television، في مساحة كبيرة، مساحة أكبر. more space مساحة أكبر، لذلك so we can have، احنا نقدر يكون عندنا a bigger television، تلفزيون أكبر. look at these traditional cushions، بص لي المخدات أو الوسادات التقليدية. they were a gift from grandma، يعني هم كانوا هدايا من جدتي. oh yes what about the bedrooms، وماذا عن أوض النوم؟ طبعا هنا قالت we have 3 bedrooms now، نحن نملك 3 أوض نوم دلوقتي. I share a room with my sister، أنا بشارك أوضة مع أختي أميرة. but our bedroom is really big، ولكن الأوضة النوم بتاعتنا بتكون كبيرة بالفعل. and we have 2 bedrooms، وإحنا عندنا أوضتين نوم. 2 bedrooms يعني 2 أوضة نوم. it's lovely، it's lovely يعني حاجة جميلة أو شيء جميل. the balcony is fantastic، البلكونة جميلة جدا رائعة. to هنا معناها أيضا، لما تكون في آخر الجملة معناها أيضا، بتكلم على حاجة وبعدين بقول برضو كذا. what a great view يعني يا له من منظر رائع. طبعا دي كانت المحادثة، ونشوف مع بعض الأسئلة. طبعا سؤال الليسن إن شاء الله يكون لينا فيديوهات إن شاء الله في موضوع الليسن علشان نتدرب عليه. نكمل مع بعض نشوف السؤال الأولاني. السؤال الثاني عفوا، سؤال choose the correct answer، يعني اختار الإجابة الصحيحة. we have a big bedroom so I ate with my sister، طبعا زي ما قلنا share with يعني يشارك مع. الجملة الثانية there is a أو an in the bathroom، في الباثروم طبعا shower. there is يعني يوجد، there is، ركز في الكلمتين دول. there is يوجد حاجة واحدة. there is a shower يعني يوجد دش in the bathroom. الجملة الثالثة we watch great movies on، movies يعني أفلام، احنا بنتفرج على أفلام فين؟ طبعا television. بعد كده number 4 there is a comfortable يعني يوجد. there is هي دي، لكن هنا نختصر إلى is ب apostrophe is اللي هي اختصار is، يبقى there is يوجد a comfortable يعني مريح. comfortable، يا ريت نكرر الكلمة دي مع بعض. comfortable مريح. not on the armchair، في الارمتشير أو على الارمتشير، اللي بيكون على الارمتشير في الكرسي اللي بعجل، الكرسي عفوا اللي بدراعات. هنا cushion طبعا يعني المخدة أو الوسادة. السؤال اللي بعده ده سؤال إن أنا بقرأ الكلمات اللي عندي اللي موجودة share balcony old apartment bedrooms، بقرأهم كويس علشان بستخدم كلمة مع النقط، مع كل نقط عندي في القطعة اللي قدامي. علشان أفهم السؤال ده كويس لازم أقرأ جملة جملة وأحاول أفهمها وأشوف الكلمة المناسبة ليها. Sarah's family moved to a new apartment in أسوان، هي نفس الجملة اللي احنا قريناها تقريبا. It's much bigger than their space apartment، old apartment طبعا old يعني قديم old. The new apartment is near Sarah's school. There are 3 big، في 3 ايه بقى؟ طبعا لازم يكون في كلمة فيها اس، طبعا bedrooms. اللي بعده سارة space a room with her younger sister، سارة بتعمل ايه؟ طبعا زي ما احنا قريناها قبل كده اللي هي shares، بتشارك. مروة طبعا بتشارك مروة في أوضة النوم بتاعتها. there is a nice
في ايه بقى in their new apartment، في ايه في الابارتمنت. هيكون عندنا apartment طبعا ما ينفعش apartment و apartment، فطبعا بيكون ايه في الشقة؟ طبعا balcony. ده كان السؤال بالنسبة لي read and complete. شوف السؤال اللي بعده. طبعا read the text، بقرأ التكست واقرأه جملة جملة واحاول افهمه. طبعا لما بحفظ الكلمات بيكون الموضوع سهل جدا وبسيط. My name is Reem and I live with my family in a nice apartment. It's big and tidy. We have many rooms. The kitchen is big and always clean. My bedroom is lovely. We have 3 bedrooms and I share a room with my sister. We have 2 bathrooms in our apartment. The balcony is really fantastic. There are 4 chairs in it. We can see a great view of the street. My parents sit in the balcony at night to drink coffee. أول حاجة طبعا السؤال الأولاني بيكون choose، طبعا تبع السؤال الرابع. عندنا نوعين من الأسئلة في السؤال الرابع، سؤال choose وسؤال يعني جاوب على الأسئلة. أول حاجة سؤال answer the choose the correct answer، يعني اختار الإجابة الصحيحة. أول حاجة the general idea. general idea يعني الفكرة الرئيسية. الفكرة الرئيسية بتاع النص ده of the text is، هو بيتكلم على ايه الفكرة الرئيسية بتاعتنا؟ Reem's school، Reem's apartment، Reem's friend، Reem's book. طبعا هو بيتكلم على الابارتمنت. طيب نشوف رقم 2 number 2 the underlined word parents. parents دي معناها ايه؟ means brother and sister، father and mother، uncle and aunt، grandpa and grandma. طبعا هي father and mother. السؤال اللي بعده طبعا هنا سؤال جاوب من خلال القطعة. answer the following questions، أجب على الأسئلة اللي جاية. why do the parents sit in the balcony؟ أولا لو أنا حتى مش عارف مش بعرف أترجم كويس، هحاول أشوف الجملة دي فين في القطعة. أشوف الجملة دي فين في القطعة. فين balcony؟ أدي balcony. balcony is really fantastic. There are 4 chairs in it. We can see a great view of the street. My parents sit in the balcony at night to drink coffee. هنا بقى ادي اهي sit in the balcony. sit in the balcony ليه بيقعدوا في البالكوني؟ طبعا to ايه؟ to drink coffee. الإجابة من القطعة عندنا to drink coffee. طبعا من خلال القطعة قدرت أجاوب بسهولة. السؤال الثاني does Reem like her apartment؟ هل does هنا معناها هل هي بتحب، هل ريم بتحب her apartment، هي بتحب الشقة بتاعتها؟ طبعا yes she does. أنا بتتكلم بشكل جميل عن الشقة بتاعتها. تمام. نشوف السؤال اللي بعده. هنا طبعا ببتدي بالكلمة اللي تحتها خط واللي معمولة عندي my ايه بقى؟ my يعني بتاعتي. ايه اللي بتاعتي؟ طبعا apartment يعني الشقة بتاعتي. بس هنا في عندي كلمة new، فهنا new يعني جديد، فانا عايز اقول شقتي الجديدة، فطبعا my new apartment. مالها؟ طبعا انا عمال ان انا بحاول افكر في الكلام، فطبعا الجملة كده مش جاية كويس. انا عندي دلوقتي كلمة sister my new apartment وسيستر، فطبعا وكلمة likes، فطبعا لازم تبقى هي ان انا اقول الاول my sister يعني اختي likes بتحب ايه؟ the new apartment. وانا بحل كده بحاول اشوف الجملة، ارتب الجملة الاول واشوف الجملة تناسب ولا مش مناسبة، وامشي واحدة واحدة. انا دلوقتي عدلت في الجملة، انا عارف الاجابة ولكن حبيت ان انا اعدل في الجملة على حسب المعنى. انا هنا باجي اترجم my sister يعني اختي likes بتحب the new apartment الشقة الجديدة. كان ينفع ان انا اقول my new apartment؟ لا ما ينفعش، لذلك لازم اعدل الجملة بالشكل الصحيح اللي احنا علينا ده. الجملة اللي بعدها do هل do you هل انت ايه؟ هل انت تعيش do you live هل انت تعيش in في a big house هل انت تعيش في بيت كبير.
تخيل الجملة حضرتك دلوقتي ماشية بالترتيب. هل أنت تعيش في بيت كبير؟ قلنا طبعا الصفة بتيجي الأول، بيت كبير. سؤال سهل وبسيط، وحاول ان احنا دايما ندرب الأولاد ان احنا نرتب الكلمات مع بعضها وترجمها. السؤال اللي بعده طبعا اللي هو البانكشويت، زي ما قلنا أول حرف يكون كابيتال طبعا، ولو لقيت اسم إنسان لازم أول حرف كابيتال. طيب واي، طبعا الحرف الدبليو معمول كابيتال، يبقى أنا مش محتاج أكتبه تاني كابيتال، ما هو كابيتال أصلا. واي ار فريدة، طبعا فريدة ده اسم إنسان فلازم الإف كابيتال. and دينا happy. وفي الآخر مش حاطط لي حاجة، يعني أنا دلوقتي محتاج أحط يا نقطة يا فول ستوب يا question mark. امتى أحط فول ستوب؟ لو أول حرفين عندي WH what where when، وهنا دي كلمة why يعني لماذا، فطبعا لازم أحط question mark. طبعا ده بالنسبة للسؤال للباراجراف. إن شاء الله يكون لنا إن شاء الله فيديوهات تانية خاصة بإزاي إن احنا نكتب باراجراف بشكل سهل وبسيط. وإن شاء الله نشوفكم في الفيديوهات التانية. تابعوني في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، مهمة جدا، وواحدة واحدة إن شاء الله الموضوع هيكون بسيط إن شاء الله. وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.